هلو، هو واحد من الاسئله المتكرره عندنا ازاي نقطع الخضار بشكل اسرع. النهارده هنبدا سلسله فيديوهات تيبس اند تريكس مع كيرو، هنتعلم فيها السكيلز الاساسيه في المطبخ. والنهارده هنبدا بمسكه السكينه عشان نقطع الخضار بشكل اسرع. في شويه حاجات اساسيه قبل ما نمسك السكينه نكون عارفينها. اول حاجه لازم اقطع على سطح مستوي ونتاكد ان هو ما بيتحركش، فممكن نجيب كاتنج بورد زي دي ونحط تحتها منديل مبلول شويه علشان يمنع حركتها. تاني حاجه لازم يكون ايدي ماسكه السكينه، مش جلوفز او اي حاجه، عشان احس بالسكينه بشكل اقوى. حاجه كمان ناخد بالنا منها ان السكينه لازم تكون حاميه. بمسك السكينه ازاي؟ اول حاجه علشان امسك السكينه بشكل صحيح اتاكد بالصباعين دول ان انا ماسك السلاح من هنا، وبالثلاث صوابع دي اروح ماسك السكينه من هنا. كده انا متحكم في السكينه كلها، مش ماسكها بالشكل ده بتتحرك في ايدي، لكن ماسكها من السلاح بتاعها واكون متحكم في السكينه بشكل كامل. اول حاجه اتاكد ان انا ماسك الخيار بخمس صوابع والصباع ده متني بالشكل ده. ليه؟ عشان انزل بالسكينه بالمنظر ده كده. انا بسحب السكينه، مش بقطع بالشكل ده، انما بقطع كده. طبعا عشان اقطع فلفل بالمنظر ده اول حاجه هفتحها كده واروح لافف حوالين الفلفلايه لحد ما يطلع عندي البذر لوحده كده. يبقى انا الفلفلايه عندي سليمه لوحدها، اروح اقطعها نصين. ممكن مثلا اقطعها بالمنظر ده كده، او حتى اقطعها مكعبات، او اقسمها نصين اقطعها مكعبات بالمنظر ده كده. قطعت فلفل بشكلين مختلفين وفي نفس الوقت ما خدتش وقت خالص. طيب علشان اقطع كوسه او خيار، اول حاجه هشيل الجزء اللي تحت، بعد كده اروح امسكها بايدي واقسمها نصين بحيث ان يكون السطح بتاعها مستوي كده. ده هيخليني اقدر اتحكم فيها بشكل اقوى وما تزحلقش من تحت ايدي. مخليها على السطح مستوي بالسكينه اروح قاطعها. الكوسه هتطلع معايا متقطعه زي بعض بالظبط، وفي نفس الوقت ما اتحركتش من تحت ايدي. وكده هكون اتعلمت اقطع الخضار بشكل سليم وامسك السكينه من غير ما اتعور.